شهادات ال28% واجتماع البنك المركزي واجتماعات البنك الأهلي وبنك مصر لتقرير مصير الشهادات الجديدة. كل التفاصيل دي هنعرفها في الفيديو، بس قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت تدعمنا بلايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. ما تنساش تاخد جولة في القناة فيها كل ما يخص البنوك واستثمار أموالك، أفضل استثمار من أول 1000 جنيه لأسفل الفيديو في أول تعليق. وبعد اللايك والاشتراك في القناة تعالى بينا نشوف الفيديو الجديد، لأن طبعا كلنا شايفين الأحداث السريعة في السوق المصرفي وغير مسبوقة وتسارع الأحداث. وطبعا كلنا سمعنا عن الهدنة اللي حصلت اليوم، ودي هيأثر طبعا على أسعار الذهب، يعني أسعار الذهب دي كانت طالعة لغاية 2800 جنيه، وطبعا مع بدء الهدنة هيبتدي نزول أسعار الذهب مرة أخرى. وطبعا كلنا شايفين الأحداث العالمية وتغيراتها واجتماعات مجلس الوزراء وأيضا اجتماعات بنوك المركزي. وطبعا كان اجتماع البنك المركزي الأخير في شهر نوفمبر، واللي قرر فيه الإبقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض عند مستوى 19.25% و20.25%، وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 19.75%. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%. ولكن كان في إن البنك الفيدرالي الأمريكي قبلها كان ثابت أسعار الفايدة، وهو قبل خروج بيان الوظائف الغير زراعية اللي سجل 150 ألف وظيفة، وطبعا ده كان أقل من التوقعات اللي بتصل إلى 180 ألف وظيفة. كمان التضخم وصل إلى 3.9%، وكل العوامل دي تؤثر بشكل مباشر طبعا على أسعار الفايدة، والتي أعلن عنها الفيدرالي الأمريكي وأنه ما زال إمكانية زيادة أسعار الفايدة. وده طبعا هيأثر في الاجتماع القادم اللي هيكون في شهر ديسمبر القادم، وهيكون هناك إمكانية لرفع أسعار الفايدة من جديد من الفيدرالي الأمريكي. وكمان في هنا مؤشرات في البنك المركزي على رفع أسعار الفايدة مع مراجعة صندوق النقد الدولي اللي صرح فيه وزير المالية إنه هيكون قبل نهاية 2023، وهيتم مراجعة الأولى والمراجعة الثانية، ويمكن أن يحدث فيها تعويم لسعر الجنيه المصري، وده هيأثر طبعا على أسعار الفايدة. ومع بداية خروج شهادات 25% في شهر يناير القادم هيتم بداية استحقاقها، هيكون هناك في تحرك جديد من البنوك، وهو يمكن أن يتم إصدار شهادة استثنائية لسحب هذه السيولة النقدية التي سوف تخرج في السوق، أو رفع أسعار الفايدة على الشهادات 19% أو 22% لتصل إلى 25% أو 28%. كل ذلك مطروح إما شهادة استثنائية أو رفع أسعار الفايدة في حالة حدوث تعويم لسعر الجنيه المصري. كل ده مطروح في الأيام القادمة، وهيكون في فيديوهات قادمة عن أسعار الذهب القادمة، لأن أسعار الذهب هيكون فيها تطورات جديدة هنتابعه على القناة. فما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس واللايك للفيديو عشان يوصلك مننا كل جديد.